عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم ما عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. نقدم اليوم وصفة طبيعية من البطاطس للتخلص من الشعر الأبيض، حيث أن للبطاطس خصائص تنشط بصيلات الشعر وتساعد على إعادة اللون الطبيعي له دون الحاجة إلى استخدام الصبغات الغنية بالمواد الكيميائية التي تتسبب بتقصفه وتساقطه. بالنسبة للمكونات: كأس من الماء وقشور حبتين صغيرتين من البطاطس. بالنسبة لطريقة التخدير، نقوم بأخذ قشور البطاطس ونضعها في وعاء مع كمية من الماء، ثم نغلي الخليط جيدا لمدة 5 دقائق تقريبا. نقوم بإزالة القشور ونحتفظ بالماء نرشه على الشعر الذي به الشيب بعد غسله بالماء وشامبو. لفي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة بلاستيكية لمدة ساعة واحدة. بعدها قومي بغسل شعرك بالماء فقط بدون أي شامبو، وداومي على هذا الخليط كل مرة تغسلي شعرك فيها وستلاحظين النتائج بإذن الله. عند الانتهاء جففي شعرك بالمنشفة ولاحظي كيف بدأ الشيب بالاختفاء بعد مرور دقيقة واحدة. ملاحظة: لا يحتفظ بذلك الماء المغلى بالقشور البطاطس، كلما أردت استعماله حضريه من جديد. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا جيم للفيديو وبارطاج للوصفة إذا أعجبكم الفيديو. لا تنسوا بالاطلاع على وصفاتي على موقع chefmariam.com، أيضا موقع شهواتي.com. شكرا على التتبع ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم. إذا عجبتكم الوصفة وبغيتوني نزيد وصفات الخاصة بالشعر، ما عليكم فقط ديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو. إلى فيديو قادم إن شاء الله، بسلامة عليكم. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت، أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.